الحصيلة ديال الحكومة ونقدروا نقولوا الوضع ديال البلد بشكل عام هو وضع مقلق، وبالنسبة للوطنيين الأحرار هو وضع مؤلم. فالحكومة غدا على نفس نهج الحكومة السابقة، كتحاول أنها تعرض واحد المجموعة ديال الشعارات الكبيرة، ولكن على مستوى الممارسة والعمل اليومي ما كاينش للأسف واحد الحصيلة اللي ممكن نقولوا أنها غادي تريح المواطن وترجع له الثقة، ترد له الثقة. لأن هذا الموضوع ديال الثقة بالنسبة لي هو جوهري في الوضع اللي احنا فيه الآن. إذا ما كاينش ثقة بين المواطن والدولة فخصنا نعرفوا بأن جميع الأوراش فاشلة وما قدرتش توصلنا للنتائج اللي هي كنا كننتظروها. وأهم صورة من صور الأزمة الخانقة اللي كنعيشوا هو التردي الاقتصادي الكبير والتردي الاجتماعي والضعف ديال الفاعلين السياسيين، ضعف كبير لدرجة أنهم ما بقى حد كيحسب حسابهم. من جانب آخر غادي نلاحظوا بأن الشعارات اللي رفعتها الحكومة لا السابقة ولا هذه مشى العمل في اتجاه معاكس لهذيك لهذيك الشعارات أو هذيك الوعود. وهذا معناه أن الحكومات عندنا فاقدة للإرادة وفاقدة للمصداقية حتى عند نفسها، بدليل السلوك ديال السلوك الحكومي اللي هو كيبين بأن الحكومة ما عندهاش الثقة حتى في نفسها وحتى في خطابها وحتى في العمل ديالها.